العاشرة تماما بتوقيت أسمر إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. توقعات بإنتاج وفير للبطاطا في سنعفة. جهود للسيطرة على مرض التهاب الكبد في أقليم شمال البحر الأحمر. ارتياح لخدمات برنامج الادخار والقروض المسقرة. الجيش الفرنسي يقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو. مقتل 22 شخصا على الأقل في هجوم على جامعة كابول. وأوروبا تواجه وضعا صعبا جدا في السيطرة على كورونا. أهلا بكم. أوضح المزارعون في مديرية صنعاء الذين يزرعون نوعان من البطاطا المحسنة توقعاتهم بإنتاج وفير. وذكر المزارعون بأن بذور البطاطا المحسنة التي زرعوها تتحمل الأمراض وتحصد في وقت قصير. وأشار المزارعون إلى أن إرشادات خبراء الزراعة ومتابعتهم مكنتهم على العمل العلمي. وقال خبير تنمية البساتين السيد زرقسناي قبرزقا بهير إن اتباع المزارعين الإرشادات وتوجيهات الخبراء الزراعيين إلى جانب جهودهم سيمكنهم من حصاد وفير. وأوضح خبير وقاية النباتات السيد جبر هيوات أن مديرية صنعاء ملائمة لزراعة البطاطا، وقال إن المزارعين بإمكانهم حصاد محصول وفير إذا قاموا بإزالة الحشائش المسببة لأمراض وتوالد الآفات الزراعية والعمل بالتنوع الزراعي واستخدام البذور المحسنة. أعلن مكتب وزارة الصحة في أقليم شمال البحر الأحمر أن الجهود جارية للسيطرة على مرض التهاب الكبد. وأوضح مسؤول السيطرة على مرض الإيدز والأمراض التناسلية السيد روبيل أرون وجود 4 أمراض التهاب الكبد، لكن المنتشر في البلاد هما التهاب الكبد B و C، مشيرا إلى أن المرض له تشابه بمرض الإيدز من ناحية طبية العدوى ووسيلة المكافحة. وذكر القيام بدراسات واسعة في المجتمع حتى عام 2018 للتعرف على المرض وأسبابه، وقد منح الاهتمام الكبير منذ عام 2019 بموجب الدراسة للحد منه. وقال إن نسبة الإصابة بمرض التهاب الكبد على مستوى البلاد لا تتجاوز 2%، وعلى مستوى إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر فإن الإصابة هي بنسبة 9 إلى 17%، وفي الصيادين بنسبة 13%، وأن توفر الأدوية والمعدات الحديثة في مستشفيات مصوع وقندع وأفعبت يسهم للسيطرة على المرض. وأشار إلى حصول الكادر الصحي العامل في جميع المؤسسات الصحية التأهيل بشأن المرض وتركيب معدات الفحص وتقديم الأدوية للمرضى، داعيا جميع المواطنين للقيام بفحوصات عامة للتعرف على الأوضاع الصحية. نظمت من 23 من أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر دورة الكادر الثانية التي شارك فيها 120 عضو من التنظيمات الوطنية المتواجدة في عموم الولايات المتحدة الأمريكية. وقدم في دورة الكادر توضيحا مسهبا لأهداف ومبادئ السياسة الخارجية وعملية بناء السلام والتعاون في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر ورهائن أوضاع العلاقات الخارجية والنضال الدبلوماسي والسياسي الموسع. كما قدم توضيحا مفصلا حول استراتيجية بناء الوطن وأهداف تحقيق العدالة الاجتماعية بالتركيز على بناء الإنسان والبرامج المستقبلية والتطور التنظيمي والسياسي الداخلي على خيار المنهج المستقبل ومتطلبات الاستعداد العقلي لتنظيمات الجبهة في الخارج في هذه المرحلة الثالثة التي دخلناها لإعمار البلاد، بالإضافة إلى توسيع التنظيم القوي والمشاركة الفعلية للإريتريين في المهجر لبناء الاقتصاد ونقل المهن والتقانة.
في غضون ذلك قدم توضيحا مسهبا فيما يتعلق بأن تحقيق العدالة الاجتماعية تعتبر حجر الزوايا للأهداف الاقتصادية الإريترية والسياسات والمبادئ التي تتبعها الحكومة الإريترية لضمان فرص اجتماعية واقتصادية متساوية لكافة المواطنين، وكذلك البرامج الموضوعة لتعويض الفرص المهدرة لتجاوز الضرر الناتج جراء الغزوات والتحديات، وتأكيد مساهمة المواطنين المقيمين في المهجر في المجال الاستثماري. أوضح متلقو خدمات برنامج الادخار والقروض المسقرة في الإقليم الأوسط أن القروض التي يحصلون عليها أحدثت تغييرا ملحوظا في حياتهم المعيشية باستقلالها جيدا في الأعمال. وذكر متلقو الخدمات أن الأعمال التجارية المسقرة التي يعملون فيها استفادة من القروض التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 100 ألف نقفة تحقق تطورا ملموسا رغم تأثر العمل بأوضاع وباء كورونا. وقال مدير برنامج الادخار والقروض المسقرة بالإنابة سيد تافلا أسمروم إن البرنامج يهدف تمكين المواطنين من مزاولة الأعمال الزراعية والتجارية والصناعية المسقرة بمنحهم القروض لبدء العمل وتحسين حياتهم المعيشية، مشيرا إلى تقديم قروض بمبلغ 36.1 مليون نقفة في الأشهر الستة الماضية في جميع أقاليم البلاد. وأوضح إعادة 59.8 مليون نقفة من الديون المستحقة، بينما يوجد مبلغ 245 مليون نقفة مع المقترضين، داعيا المقترضين لإعادة الديون في وقتها المحدد بموجب الاتفاق المبرم، وأن التأخير يعرض لفوائد أكبر. وتوسع برنامج القروض والادخار المؤسس عام 1996 إلى جميع مديريات البلاد باستثناء مديريتي سلعة ودهلك، ولديه حاليا 739 بنكا ريفيا في عموم البلاد. مشاهدينا، هذه كانت نشرتنا الأخبارية الداخلية. فاصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار العالمية. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن نحو 50 مسلحا ينتمون إلى تنظيم القاعدة قتلوا خلال عملية نفذها الجيش الفرنسي في مالي، وتحديدا في منطقة قريبة من بوركينا فاسو. وقالت بارلي خلال جولة تشمل النيجر ومالي نفذت قوة بارخان عملية أتاحت قتل أكثر من 50 مسلحا إضافة إلى مصادرة أسلحة ومعدات. ووصلت فلورنس بارلي إلى باماكو لعقد أول لقاء مع ممثل السلطات الانتقالية في مالي بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وأضافت الوزيرة التي زارت من قبل النيجر التقت نظيرها إيزوفو كاتامبي والرئيس محمد يوسوفو. هذا التصميم لم يتغير منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ولكن من المهم إجراء حوار مع السلطات لضمان استمرار هذه النية على المدى الطويل، لأنه يتعين علينا التخطيط لعملية جديدة. أدى هجوم مسلح على جامعة كابول في أفغانستان تبناه تنظيم الدولة الإسلامية إلى مقتل 22 شخصا على الأقل. ويأتي الهجوم على هذه الجامعة وهي إحدى أبرز الجامعات في أفغانستان مع تزايد العنف في مختلف أنحاء البلاد، إذ يعد ثاني هجوم في أقل من أسبوعين على مؤسسة تعليمية في العاصمة. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في بيان الهجوم وأظهر صور مؤثرة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثث طلاب قتلى قرب الكراسي وطاولات الدراسة. ولم يتضح على الفور كيف نقل المهاجمون أسلحتهم إلى الجامعة التي تجري تفتيشا أمنيا، وقال عريان إنه يجري التحقيق في هذا الأمر. وأوضح الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارمارز أن جميع القتلى من الطلاب وبينهم 10 نساء. واستغرق الهجوم عدة ساعات قبل أن تعلن قوات الأمن الأفغانية التي دعمتها قوات أمريكية أن الهجوم انتهى.
قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن الحكومات الأوروبية تواجه وضعا صعبا جدا في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد 19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية. وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف أنه من الواضح أن الناس محبطون ولهم كل الحق في ذلك. وأضاف لكن الحكومات خاصة في أوروبا تواجه وضعا صعبا جدا، نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة. وتعد خيارات الحكومة محدودة. تبذل نيكاراغوا وهندوراس جهودا حثيثة لإجلاء المواطنين من المدن المطلة على سواحل المحيط الأطلسي مع اقتراب الإعصار إيتا، وتحذير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من حدوث سيول ورياح عاتية في أمريكا الوسطى. وتحل العاصفة إيتا كإعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سيفير سيمونسبون المكون من 5 درجات. وقال المركز إن الأمطار المصاحبة لإيتا قد تتسبب في عاصفة تهدد الحياة ورياح عاتية وسيول وانهيارات أرضية في أجزاء من أمريكا الوسطى، وقد تجتاح أيضا جامايكا وجنوب هايتي وجزر كايمان وسلفادور وجنوب المكسيك. وستكون إيتا من أقوى الأعاصير التي تجتاح نيكاراغوا منذ سنوات. ختام النشرة، إلى اللقاء.